أول تعليق من يارا السكري بعد مزاعم تسببها في انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني. مرحبا بكم. تصدرت يارا السكري ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الأنباء المتداولة والمزعومة حول وجود علاقة بينها وبين المطرب تامر حسني وتسببها في انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، والتي تم تداولها خلال الساعات الماضية. ونشرت يارا السكري فيديو ترويجي للسياحة بمصر عبر حسابها على إنستغرام، متجاهلة ارتباط اسمها بانفصال تامر وبسمة، وعلقت: السياحة المصرية ليس لها مثيل في العالم، ودائما تأتي مصر في المقدمة، جمالها لا يضاهى، أدعم السياحة المصرية. وتعد يارا السكري هي ابنة المخرج عبد العزيز السكري، وهي عارضة أزياء حصلت مؤخرا على لقب ملكة جمال إليت، وتصدر اسمها قوائم التواصل عام 2019 عقب مشاركتها في فيلم الفلوس الذي قام ببطولته الفنان تامر حسني. وتعرضت يارا شائعات الزواج عرفيا من تامر حسني عقب نشر بسمة رسالة غامضة عبر ستوري حسابها على موقع إنستغرام، وكتبت: يا رب خلصني من الناس المنافقة الخاينة اللي في حياتي ويعودني عن صبري. وزادت سخونة الشائعة عقب إعادة بسمة نشر تدوينة لحساب يحمل اسم محبيها وفيها: اللهم خفف عن بسمة ثقل هذه الأيام، وارزقها قوة الصبر واشرح صدرها، وانزع منه ما استثقلته نفسها، وأرح قلبها يا رب. ومع تصاعد الجدل حول ظهور يارا مع تامر، قامت بسمة بوسيل بحسم على ما تردد على الزواج العرفي، وعبر خاصية ستوري في صفحتها في موقع إنستغرام نشرت صورة خبر الزواج السري وكتبت: يا رب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسه ما تجوزتش. وتابعت: أنا أم لبنتين ومرضاش دل بناتي، فيا ريت نراعي ربنا في مهنتنا ونتأكد من أي حاجة قبل ما ننزلها. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. إلى اللقاء.